مساءكم فل. انا على طول كنت متعود ان انا اروح عند خالتي، ابن خالتي جه يقعد جنبيا بديله 5 جنيه على طول. فكان كل مره اروح اديله 5 جنيه لمده 3 مرات كده. فجاء في مره تانية لقيته هو اللي بيقول لي هات 5 جنيه. يا حبيبي ده هي كانت 5 جنيه في جيبها قبل كده ومش عاوزها عطتها لك، انت هتتعود على كده. انا لو السما اتطربقت على الارض مش هديله. الفكره هنا بقى انه اتعود. انت بقى تيجي تتعود عليها كل مره، لا هي مره واتنين وخلاص. الشخص اللي بيدي الحاجه دي هي مره واتنين وتلاته في الاول كده، لكن لما يبقى التاني اتعود بيزهق. تعال نشوف المنظر ده كده ونشوف ايه اللي هيحصل. كانت قبل قليل استهدفت مسجدا قبل يلا وعدي وين بدنا نقعد؟ الحقينا يا كريم، الحقينا يا ولاد، الحقونا. الولاد وين؟ والولاد ماتوا بدون ما ياكلوا، الولاد ماتوا بدون. اطفال فلسطين دائما محبوسين في الارض ليش؟ بس بالعكس الله معنا، الله بضل معنا، احنا بس لو انتم تتدخلوا بتوقفوا الحرب الحين، نترجاكم وقفوها، مكفي. هل عشان اتعودنا نشوف المنظر ده بقت حاجة عادية عندنا؟ سنة 496 ميلاديا قامت حرب اسمها حرب البسوس. قامت عشان اخوه اتقتل، واحنا بقى ما شاء الله يعني بس مش هقدر اقول حاجة الا ان نصر الله قريب. اعمل اشتراك، سبسكرايب، تعليق، كومنت، لايك، اعجاب بالانجليزي وبالعربي. شكرا.